احنا في قناتنا دايما بنتكلم عن مملكة المغرب. مملكة المغرب الدولة الجميلة الشقيقة، الشعب الطيب الدؤوب المحترم، ملك المغرب، حكومة المغرب، كل التحية والاحترام والتقدير. النهاردة عندنا فيديو من أهم الفيديوهات اللي هنتابعها مع بعض وانتشرت على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ينقصنا من حضراتكم دعمكم الكبير جدا لينا. ينقصنا من حضراتكم انكم تساعدونا وترفعوا من شأن القناة اكتر واكتر. انا عارف ان انتم ما بتأثروش، ولكن ساعدونا في انكم تعملوا مشاركة للفيديو، انكم تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وعلشان نتابع مع بعض كل ما هو جديد من البداية للنهاية. وبقول لكل الأبطال اللي بيدعمونا ويساعدونا، خليكم معانا وسندنا زي ما اعتدنا من حضراتكم. تعالوا مع بعض نسمع تفاصيل الفيديو، واوعوا تروحوا في أي حتة. اتفضلوا معايا. خويا نعملوا فطير مغربي ونجربوا الفطور المغربي. بدايه النهار لازمنا ناكلوا بالكدا نوحلوا في الصحيح، حاجه مختلفه جمله، وانا كل بلاصه نمشي لها ماذا بيا نجرب شنو ياكلوا الشعب نتاعها. دونك الفطور المغربي حاجه سبيسيال شويه مختلفه على الماكله نتاعنا. هذا البغرير شبه كما عندنا نحن الرغايف، تحطوا هنا في العسل وتلعب له. هذا ملوي اللي هو عندنا نحن ملاوي. هذايا العظم والخليع، الخليع اللي هو اللحم. هذا زاد من الحاجات اللي ياكلوهم هنا في المغرب الصباح. وذي الحرش اسمه على جسمه هيك حرشه هاي تريدها. ونعديو بالتاي، فماش هنا ثقافه تحليب وقهوه حليب ولا تاي الصباح، كلها تشرب تاي الصباح، وما اسموش تاي، اسمه اتاي. أتاي. يا سلام على الموسيقى الجميلة دي، روقان. بس شبابه برشا برجوليه تنجح تعمل الفطور نتاعك في المنظر الجميل هذايا. جمال. فين على البوجينك توانسه مغاربه تقريبا راه بحال بحال خوت نحن مرحبا بكم في اي وقت. من البلايص اللي لازمنا نجيوهم ونتعداو عليهم حسان، تور حسان. البلاصه هذيا مزيانه على الاخر، فيفا بالكدا. هذيا صمات حسان. الضريح هذا يكون مدفون فيه العائله الملكيه. مالوريزمون ما نجموش ندخلوا على خاطر مسكره من بريود الكورونا، مازالت ما رجعتش حل. سمعة حسان ضريح محمد الخامس، ثم الحسن الثاني ومحمد الخامس ومولاي عبد الله. وهذا الفيو نتاعها برشا عباد يجيو يقعدوا لهنا، يجيبوا قهاوي ويقعدوا يتفرجوا. ومن هنا تشوف المسرح، اكبر مسرح في افريقيا. ما نعرفش عملوا له الاوبننج ولا مازالوا. دونك البلاصه هذيا من البلايص اللي انا يعجبوني، نظيفه بالكدا وشبابه تتمشى. شرفنا ربي يخليك. توانسه ناس مزيانين، مرحبا. توانسه في المغرب، تونس زوينه، عزيزه عليا توانسه. توانسه معقولين. بسلام، نهاركم زين. تو باش ناخذوا الترام ونمشيو نفطروا، اما ما نجمش نمر مرور الكرام وما نحكيش على الترام اللي في المغرب. كل صراحه في ليفل عالي على الاخر، يجي في الوقت، كليماتيزي بالويفي، برجوليه. من احسن الحاجات ترونسبور في المغرب، حاجه طياره على الاخر. واكيد لا فما كونترولور وخلاص وكالحكايات هذوكم. الموزع الاوتوماتيكي، تجي وحدك هنا تحط مثلا باش تاخذ تيكي، يقول لك فواياج والا اكثر من فواياج. نحن باش ناخذ وحده بركه، تعطيها ضربه هكا، تحط الفلوس نتاعك اللي هي 6 دراهم، وتعبت لك التيكي نتاعك. دونك هذه التيكي. وفما زاد كارته، يعني فما شكون اللي عندهم كارته ويشارجيوها. مي نحن كتوريست معناها ما نستحقوش. شوف توا مثلا وقت الانتظار دقيقه، انت كي تدور تلقاه ديجا جاي. وقت الانتظار صفر صفر تدور تلقاه جاي. ما فماش اللعب في الموضوع هذايا. تنزل هنا تنظيم متقدم يا جماعة. شوف التنظيم، يعجبك في الموضوع التنظيم، الوقت بوقت، مفيش تأخير. غادي نديروا وحده طاجين الزوين، والماكله ديال المغرب زوينه بزاف. نعملوا حي طاجين. تو باش نمشيو عند بال معطي. هذه معلومه حطوها في بالكم، هنا اي واحد راجل كبير مش عم فلان، هنا عندهم يقولوا با فلان. ومعلومه اخرى، الشوفور نحن شنو نعيطوا له في تونس، يا حماد يا كلباب، هنا اسمه جواد. وحاجه اخرى، كي تحب تسال واحد في المغرب وانت معناها ما تعرفوش، اسمه سيمو، سميتو سيمو. انت ما يعرفكش، يعني ما يعرفش اسمك، هيقول لك سي محمد، سي محمد. يعني هم مقدرين الاسم ده، فهو هيندهك بيه. ويا سلام لو اسمك محمد في المغرب، فانت كده يعني هتكون مميز، لان هم يعني واخدينها من سيد محمد. فده في الاول والاخر هو تقدير للشخص الغريب واحترام ليه.
وصلى على النبي. السلام عليكم. السلام عليكم. ايش عندنا اليوم؟ عندنا طاجين طواجن. بالصلو زبيب ما تسموه بالمغربيه المروزيه. كاين خضار هذا الخضار. اوكي. اوكي. الزوج البانه واللحم والقرعه. اها. كاين عين. اللحم كاين الدجاج. اللحم والدجاج، شنو تقترح علينا؟ اختار عليكم هذه وكله مغربيه 100%. 5 الخضار، كاين بطاطا، كاين خيزو، كاين الجبانه. هذايا الطاجين الخضره، وناخذ واحد دجاج. ربي تشرفنا يخليك. بكم. عايش. والله يا جماعة منظر الطاجين ده كفيل يخليك تجوع، تشعر بالجوع على طول. شوفوا المنظر ما شاء الله. فطور نص نهار والا كما يقولوا لهنا الغداء. حبيت انا نختار كما نحن نقولوا المدينه هما يقولوا السويقه. جيت لبلايص شويه شعبيه على خاطر لهنا تشوف الناس وتاكل الماكله الصحيحه وتحتك بالشعب. الايامات اللي فاتوا كلينا في ريستورانات مزيانين كما دار الناجي، عندهم ماكله باهيه ويعملوا لك شو بالاتاي والفازات هذوك من الكل. مي انا اليوم حبيت نوري شويه معناها الجو الشعبي سيرتو لهنا معناها في السويقه في الريستوران هذايا. ناس محليهم، ناس يضحكوا معاك يلعبوا معاك. وهذا خويا الفطور اللي خديناه. عندك هذايا طاجين بالخضره، وعندك هذايا شوف هذايا طاجين اللحم يكون الداخل ويكون مغطي هو بالفريت. وجابوا لي هريسه خويا، حسوا بيا قالوا لك تونسي لازم خاصك الهريسه. قال لي جبنا الهريسه. وهذايا الخبز لهنا ما ياكلوش باجيت. ومانيش نقول لكم اسمع على خاطر الفيديو هذا كان يتفرجوا فيه مغاربه. الخبز هذايا ما نقولولوش هكا الكلمه، تعرف في تونس نعيطوا له الخبز هذايا اسمه دونك لهنا قول خبز وكهو. رد بالك تسمي الاسم نتاعو ما تقول حتى شيء. من الحاجات اللي باش تلاحظهم في المغرب كونه فما ميكس في الماكله، ديما تلقى حلو وحار مع بعضهم. مثلا عندهم الطاجين هذاك بالبرقوق، البرقوق اللي هو العوينه، وهذايا بالزبيب يعني الحم والزبيب وتحسه حلو برشا معناها. هاي نبداو ناكلوا. هاي الحلو والمالح يعني منتشر في المغرب، ليه شهرة واسعة في المغرب طبعا. شوفوا الأكلات والأجواء الجميلة بتاعت الأكل. وكل عاده مشات الطفله يعطيها الصحه تحضر لنا في التاي. لهنا في المغرب راهو التاي من اللي تقوم اللي ترقد وانت تشرب في التاي. وانا توا كان يهزوا يعملوا لي تحليل تو يخرج لهم تصويره براد تاي في الورق. تاي بوزيتيف. الشاي مهم طبعا في المغرب، التاي يعني بالزيت اتاي الصباح وفي الليل في كل الاوقات. الاتاي والبغرير والرفيسه وكل شيء. ونهضر مغربي مزيان دابا. لا شويه. تعرفني تونسي كي نهضر معاك. زايده. وغادي نهضر معك مغربي ما غاديش يلا هضر نشوف. بغيت برد الاتاي. بغيتي برد اتاي. برد اتاي. سير. وصافي وخدينا زوج طاجين. صافي مزيان دابا. والله يكبر بيك. صافي. طاجين واتاي يعني هي نورمالمون تحسها ما تجيش، تحسها طاجين وجازوزه معناها باش تنتعش شويه. اما خويا مادامك في المغرب الاتاي بالنعناع ما فيهوش كلام. دونك هذايا قهوه لودايه، قهوه مزيانه على الاخر، عندها فيو مش نورمال. تشوف كل شيء تشوفه من هنا. تنجم تجي هذا نتاع شيء تجي تعمل كاستاي وتاكل شويه حلو مغربي. مي بالنسبه لي انا صاير فول اتاي. باش نخلي جيت باش نوريكم جوست البلاصه خاطر انا جيت الايامات اللي فاتوا ونمشيو لبلاصه اخرى نعملوا قهوه نتاع الليل. باش نوريكم بلايص تاع الليل. احنا عملنا فطور الصباح لهنا وهذيك لهنا وين حسان هذوكم يعوموا. دونك هي الكل قريبه لبعضها معناها تنجم تدور في البلايص المزيانين من غير ما تضيع يعني برشا وقت خاطر كل شيء قريب لبعضه. مع الترونسبور مزيان يخرج جوك احلى جو. برا خويا نمشيو توا يا الاكداله الحي الرياض غاديك باش نعملوا القهوه نتاعنا. هذوما البلايص مزيانين راقيين حلوين تاع راك شاف الليل. هذيا اعزكم الله البوبال هذيا بالويفي وتشارجي التليفون ديجا مجربها انا وشفتها برشا في المغرب معناها بالحق. ثم تقدم جميل في المروك بصراحه. تمشي بالطاقه الشمسيه وتحط البوبال نتاعك وكان طاح لك التليفون شارج هذاك بور يو اس بي وتحب تكونكتي باش تبعث لحد ميساج ضغط فيها ولا اي حكايه. وشفتها في برشا بلايص وبالحق من احلى الشوارع اللي موجودين في المغرب سيرتو في الليل. يعني العباد اللي تحب تجي في الليل تعمل قهوه تحوس. الشارع هذايا يعني انا ماني تفاجئت به. هذا بالضبط في حي الرياض شارع النخيل. ما اكتشفتوش من الاول مي مزيان على الاخر. جيت عملت قهوه هنا وعملت دوره تتفرهد برجوليه. هذايا من البلايص اللي ما اكتشفتهمش من الاول. سينو كل يوم قهوتي في الليل نعملها لهنا. وعلاش يا ليل لقيتيني بالتخمام بتمشى وسط الظلام سافر بلا قنديل مهدود الحيل عافر في الايام طريقي ماليها الرصام يا ويلي يا ويلي يا ويلي. وفي الايامات
نتاعنا في المغرب. برجولي كانت اكسبيريونس مزيانه على الاخر. حاولت لو ماكسيموم في النهارين اللي هملت على الاخر، وجيت في النهار الاخرين وحبيت نعمل لكم فيديو. هذه اخر قهوه في المغرب قبل ما نمشي المطار ونطيروا لبلاد واحده اخرى. بالنسبه للمغرب أهلا وسهلا بيكم مرة تانية. نتمنى نكون أحسننا فيما قدمنا وقدمنا لحضراتكم المحتوى اللي ينال إعجابكم وحبكم واحترامكم وتقديركم لقناتنا هي إيه الحكاية مع هاني السوالمي. انتظروا منا كل ما هو جديد وكل ما هو مفاجأة وتكون قوية جدا لحضراتكم. بشكركم جدا، نشكركم بالزاف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.